فراج، جربت كام عربية في 2025؟ انا جربت عربيات كتير قوي في 2025، ولكن العربيات اللي جربتهم تجارب طويله، يعني قعدت معايا اسبوع واسبوعين وثلاث اسابيع كمان، 30 عربيه بالظبط. طيب ليه مهتم تجرب عربيات وبتاخد وقت في التجربة؟ هو انا بتبسط قوي لما حد يجي يسالني يقول لي اختار العربيه دي ولا دي، واكون جربت العربيتين، فبديله رد يرضي ضميري فعلا، يعني حاجه في الصميم بقى، حاجه تفيده. فمعنى ان انا اجرب عربيات اكتر ان انا هقدر افيد ناس اكتر، وانا اصلا بعمل كل المحتوى ده عشان طيب كده. ايه اكتر عربية في ال30 عربية حسيتها مش واخدة حقها؟ هو السؤال صعب قوي، ولكن لان في عربيات كتير، ولكن اكتر عربيه فعلا يعني حسيتها مش واخده حقها ومحتاجه تتعرف اكتر، الشيري تيجو 9. حكايه. ايه اكتر عربية عجبتك خاماتها والتفاصيل بتاعتها من جوه؟ هو انا ينفع اقول اتنين، الدي اس 7 عربيه حلوه قوي قوي في الخامات بتاعتها، والاكسيد الار اكس، العربيتين دول مهتمين قوي بتفاصيلهم من جوه. كانت الالفا روميو التونالي، والجيب الجراند دي ايه شيروكي. العربيات اللي متحمس تجربها في 2026؟ كل عربية بتسأل عنها ولسه ما جربتهاش، الناس بتسألني عنها كتير ولسه محتاج أجربها، زي عربيات سويست مثلا. متحمس أجرب عربيات بي واي دي لما تتقدم في شهر واحد. متحمس لتجارب عربيات تانك اللي جربتها في دبي، ومتحمس أجربها تجارب طويلة هنا لما تنزل. أنا لسه جعان للتجارب بتاعت العربيات في 2026. ايه بقى العربية اللي عجبت مراتك؟ السؤال ده معانا. ما كنتش كاتبه أنا. اكتر عربيه عجبت مراتي الاي 30 بصراحه، دي اكتر عربيه يعني قالت لي هاتها لي. صح.